بتحب واحدة مش هتقدر تكون زوجة أو أم. هاي، عاملين ايه يا احلى واجمل ناس في الدنيا؟ وحشتوني من القصة اللي فاتت، والنهاردة كاتبالكم قصة جديدة. وللي لسه ما يعرفنيش، انا مريان. وما تنسوش لو قصتنا النهاردة عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت واشتركوا في القناة علشان تنضموا لعيلتنا اللي هتكبر بيكم. ويلا نبدأ في قصة النهاردة. يا سالي يا سالي تعالي البرنامج هيبدأ. أيوة يا ماما، حاضر جاية اهو. نفسي أعرف ايه اللي بيعجبك في وقفة الشباك دي كل يوم كده. وقفة الشباك دي يا ماما بتديني حياة. حياة ايه دي؟ كل يوم لما بقف فيه في الشباك بحس بالهوا، بحس اني موجودة، اني عايشة، ان عندي حياة. ربنا يطول لي في عمرك يا رب واشوفك اجمل البنات يا رب يا سالي. مش عايزة برضو تسافري مع اختك المصيف؟ يعني يا ماما هروح اعمل ايه بس؟ تغيري جو شوية بدل قعدة البيت دي. لا يا ماما، انا ما بحبش السفر وانت عارفة، وكمان سندس بتعاملني كأني طفلة صغيرة وما بعرفش اعتمد على نفسي. ما هي علشان بتخاف عليكي يا ماما، هي هتفضل تخاف عليا ومش هتتبسط. خليني كده احسن. خلاص يا سالي اللي يريحك، بس حبستك دي مش عجباني ولازم تخرجي حتى روحي مع صاحبتك التدريب اللي بتقول عليه ده. يا ماما انا مش عايزة اروح في حتة. طيب مش انتي كنتي عايزة تشتغلي؟ انزلي طيب. اهو قلتي كنت، دلوقتي لا، مش عايزة اروح في حتة خالص. بصي يا سالي، يا تروحي مع اختك يا تروحي التدريب، ما تقعدليش في وشي كده. حاضر يا ماما، ربنا يسهل. البرنامج هيبدأ خلاص بقى. ماشي يا سالي لما اشوف اخرتها معاكي. انا سالي، عندي 25 سنة، ومن 25 سنة وانا كفيفة، يعني اتولدت ما بشوفش. اتعلمت في مدارس تخص حالتي. عندي أخت واحدة أكبر مني متجوزة، وأنا قاعدة مع بابا وماما. وبعد ما خلصت الثانوية العامة طلبت منهم إني أدخل جامعة عادية بتسمح للمكفوفين والمبصرين إن هم يتعلموا مع بعض، واتقبلت في كلية من الكليات، وطلعت من سنين الكلية بصاحبتي ريهام. وبعد التخرج وأنا كنت قاعدة في البيت مش عايزة أنزل تقريبا، لأني بزعل من الناس اللي بتحسسني إن في حاجة غلط، أو إن أنا مش بني آدمة زيهم، وإني عاجزة ومش بيعرفوا يتعاملوا معايا. هو العيب مش فيا، العيب في ثقافة مجتمع بتحسسنا اننا بني ادمين درجة تانية. وعلى غير العادة وافقت اني انزل التدريب مع ريهام علشان خاطر ماما بس، وكان تاني يوم عندي ريهام علشان نروح التدريب. اخيرا يا شيخة وافقتي تيجي معايا. بس بقى يا ريهام، انا لولا ماما ما كنتش نزلت اصلا. ده انا على كده اروح ابوس طنط بقى. سوقي وانت ساكتة يا ريهام. يا باي، ده انت رخمة يا سالي. طب انا عايزة اقولك حاجة، مش معقول هفضل ساكتة كده طول الطريق يعني. طيب يا ستي قولي، ما انا مش عارفة اقول ايه برضو. خلاص يبقى تسكتي، ما انا برضو مش عايزة اسكت. يوه، ايه يا ريهام، يعني اعملك ايه انا دلوقتي؟ خلاص خلاص انا عرفت هقول ايه. بصي يا ستي، التدريب اللي احنا رايحينه ده هيكون لمدة 15 يوم، واللي بينجح في الاختبار اللي في الاخر خالص هيتعين معانا على طول. وهم هيوافقوا عليا ليه يعني؟ يا بنتي بس بقى، ده انت ذكية جدا وشاطرة كمان، وبتعرفي تشتغلي على الكمبيوتر احسن مني ومن احسن من اي حد، وتقوليلي هيوافقوا عليا ليه؟ ونسيتي كمان تقولي يا ريهام اني كفيفة. وايه المشكلة يعني؟ انت بتعرفي تعملي كل حاجة زينا بالظبط واحسن كمان، ما تقوليش كلمة كفيفة دي تاني. وبعدين انت ناسية ان دلوقتي في 5% بيشتغلوا في الشركات من ذوي الاحتياجات؟ ده لو بتتكلمي كده بقى. يوه، انتي مصدقتي تفتحي فيا وتديني درس؟ خلاص قربنا نوصل ولا لسه يا ريهام؟ خلاص اهو داخلين على الشركة. انتي هتبقي معايا صح؟ اه ان شاء الله يا حبيبتي هبقى معاكي. بس انتي شغالة هناك مش متدربة زيي، هيوافقوا ازاي ان انتي تبقي معايا؟ عيب عليكي، صاحبتك مسيطرة برضو. يا خوفي ربنا يسترها. طب هو انا عمري عملت حاجة غلط او خذلتك؟ يوه، دايما بتعملي يا حبيبتي، انت مفيش حاجة بتعمليها صح اصلا. طب يا اختي خلاص خلاص وصلنا اهو. وبعد ما وصلنا واحنا في التدريب كانت ريهام خرجت علشان تجيب حاجة، وانا كنت محتاجة مية وشنطتي كانت معاها، مش عارفة اعمل ايه. قلت خلاص مش مهم، هستناها، هي اكيد مش هتتأخر. هو حضرتك محتاجة حاجة اعملها لك؟ انا مازن زميلك في الشركة. لا شكرا، هي لسه ريهام مرجعتش؟ لا لسه ما رجعتش، بس لو عايزة حاجة اقدر اساعدك فيها او اعملها لك قوليلي. لا شكرا ليك، مش محتاجة حاجة.
واليوم عدى على خير وخلص. ها يا سالي، ايه رأيك في اليوم النهاردة؟ كويس. يعني هتكملي صح؟ ان شاء الله هكمل. الحمد لله. انا كنت خايفة لحسن تعملي زي ما قلتي تيجي اول يوم وتمشي. لا لا لا، ان شاء الله هكمل لاني استفدت من التدريب ده جدا. صح، بقولك هو مين مازن ده؟ ده مديري في الشغل. مديرك؟ ازاي؟ ده صوته صغير. لا، ما هو مش كبير، ده أكبر مننا بسنتين بس تقريبا. هو كان بيشتغل في الشركة من وقت الدراسة، علشان كده صغير، وفضل يترقى كتير لحد ما بقى مدير، وهو مدير القسم مش الشركة يعني. بس اشمعنى بتسألي عليه يعني؟ أصل لما انتي خرجتي جه وسألني إذا محتاجة حاجة ولا لأ، واتحركت أسأله هو مين. هو قال لي إنه مازن وبس. ايوه، هو اصلا كمان محترم جدا مع الكل وبيحب يساعد الكل. صح، هبقى اعدي عليكي بكره في نفس الميعاد. ماشي ان شاء الله. طب خلاص، احنا وصلنا اهو. هشوفك بكره ان شاء الله. احكي لي بقى، عملت ايه النهارده؟ حاضر يا ماما، هحكي لك كل حاجه، بس انا جعانه قوي. حاضر، هروح اجيب لك تاكلي اهو. وبعد الاكل بدات احكي لماما على كل حاجه زي ما احنا متعودين. وبس يا ماما، بعدين ريهام خرجت وانا كنت محتاجه اشرب جدا. فمازن اقفش. انا سمعت اسم مازن. مازن مين ده بقى؟ يا بنتي حرام عليكي، انتي بتطلعي لي منين بس؟ بطلع من على السلم عادي. يا سكر، هو انتي مش ليكي بيت وعيال؟ جايه ليه؟ شايفه يا ماما؟ شايفه بنتك بتعمل معايا ايه؟ عايزاني امشي يعني؟ لا يا حبيبتي، ده بيتك وتفضلي فيه زي ما انت عايزه. اطلعي منها بقى يا سالي. حبيبتي يا ماما. طب انا هقوم اشوف بقى اللي ورايا، وانتوا افضلوا اتكلموا مع بعض براحتكم. يلا بقى احكيلي عملتي ايه النهارده. انا جايه مخصوص علشان اعرف كل حاجه. فضولك ده هيوديكي في داهيه في يوم من الايام. مالكيش دعوه، احكيلي بقى. سندس أختي الكبيرة والوحيدة، هي متجوزة من حب الطفولة ابن عمتي زياد، ومعاها حمزة ده بقى حبيبي. وهي دايما كده فضولية، بتحب تعرف كل حاجة أول بأول. وأنا حكيت لها كل حاجة حصلت معايا في أول يوم في التدريب، وكمان واظبت على التدريب للآخر، وبقيت أروح كل يوم مع ريهام صاحبتي. بعد ما التدريب خلص اتعينت في نفس القسم بتاع ريهام، وأول يوم ليا في الشغل ولو بقيت صديقة عمل كمان يا سالي، ده أنا هرخم عليكي لحد ما تقولي حقي برقبتي. رخامة أكتر من كده؟ لا، مش هقدر. بس شفتي وشك نور ازاي لما اشتغلتي معايا؟ يا رب ارحمني من البت دي، كده كتير عليا. مبروك يا سالي، ان شاء الله تتبسطي معانا في الشغل. شكرا يا مستر مازن. مستر ايه بس؟ ما تقولي لها حاجة يا ريهام. يا سالي، احنا بنقوله مستر في المصايب وبس، غير كده هو مازن عادي. خلاص تمام، الله يبارك فيك يا مازن. بس وبعد ما اول يوم شغل خلص، بس ما اخدتيش بالك من حاجة يا بت يا سالي؟ لا، هو ايه اللي حصل؟ ما اخدتيش بالك مازن كان بيبصلك ازاي؟ وانا المفروض اشوفه ازاي يا ريهام؟ ايوه صح، ما انا بقولك اهو، كان بيبصلك كأنه ولهان كده. طيب انتي بتعرفي الناس من صوتها، بذمتك ما اخدتيش بالك من صوته او نبرته، نبرة الحب بتاعته يعني؟ لا، ما اخدتش بالي من حاجة. كدابة، ده انا اول مرة اشوف مازن ولهان كده وعينيه بتطلع قلوب وهو باصص له. بطلي هبل يا ريهام وركزي في الطريق، مش ناقصين تعملي بينا حادثة الله يخليكي. طب هتشوفي وتقولي ريهام قالت، حتى ولو اللي بتقوليه صح انا مش هوافق. ليه ان شاء الله بقى؟ يعني انتي مش عارفة يا ريهام؟ هتقوليلي انك كفيفة صح؟ يا بنتي بطلي عبط بقى، ما ينفعش اللي انتي بتعمليه في نفسك ده وتسجني نفسك في سجن انك كفيفة. انتي شاطرة جدا يعني، ده انتي اشطر واحدة فينا كلنا في الشغل. ما ينفعش يا سالي، وفكري فيها برضه. ماشي، وصلنا صح؟ ايوه وصلنا. وحقيقي انا كمان كنت حاسه وسامعه نبره الحب من مازن، ومش هقدر اكذب واقول اني انا كمان ما انجذبتش ليه، بالعكس. بس انا كنت خايفه من كلام الناس ومن كل حاجه انا فيها، وعملت نفسي قدام ريهام اني مش مهتميه خالص. لكن في الحقيقه انا كل يوم بفكر فيه اصلا، وارجع اقول لا، مستحيل مستحيل واحد زي مازن يحبني انا، هيسيب كل البنات اللي حواليه ويبص لي انا. واللي خايفه منه حصل. عدت الشهور ليا في الشغل وكانوا كويسين قوي معايا وانا كنت مبسوطة، لحد ما في يوم كان عيد ميلاد واحد زميلنا وكانوا عاملين لي حفلة. كل سنة وانت طيب يا مازن. وانت طيبة يا سالي، ربنا يخليك يا رب. سالي، ممكن كلمة عن الانفراد بس؟ اكيد طبعا يا مازن. بس مش هنا،
ممكن في المكتب؟ أيوة طبعا حاضر. خير يا مازن، هو أنا عملت حاجة غلط في الشغل؟ بالعكس يا سالي، انتي كل مرة بتثبتي لي كفاءة عن المرة اللي قبلها، بس أنا عايزة أقولك على حاجة تانية. أكيد طبعا يا مازن، اتفضل. هو أنا مش عارف أبدأ إزاي أو منين، بس أنا معجب بيكي وكنت عايزة أجي أتقدملك. وقبل ما تردي عايزة أحكيلك على حاجة. أنا طريقي لهنا للشغل يعني بيعدي على بيتك، وكنت كل يوم الصبح بشوفك وانت واقفة من البلكونة، وكنت بفضل واقف أتفرج عليكي وبتمنى لو أقدر أكلمك لحد ما جيتي مع ريهام. كنت عايزة أتكلم معاكي من أول يوم شوفتك فيه، لكن خفت تفهميني غلط، علشان كده استنيت الوقت يعدي شوية علشان تكوني مطمنة ليا واجي واقدر اقولك الكلام اللي انا بقولهولك دلوقتي ده. بس أنا مش موافقة. ليه يا سالي؟ انا في حاجة طيب انت رافضاها اقدر اغيرها؟ لأ، أنا اللي فيا اللي أنت مش هتقدر تغيره. بس انا بحبك يا سالي زي ما انتي. بتحب واحدة مش هتقدر تكون زوجة أو أم وتعمل لك طلباتك، أي طلبات الزوج بيطلبها من زوجته، أو حتى واحدة تبقى ست بيت تقدر تعملها، أنا مش هقدر أكون بعملها. انتي قلتي اهو انا عايز زوجة مش خدامة يا سالي. أنا أصلا أوقات كتيرة ما بعرفش أخدم نفسي. انا هكون معاكي وسندك وبخدمك علشان خاطري. فكري تاني يا سالي لو سمحتي. أنا أسفة، عرضك مرفوض. وسبته ومشيت من الشركة خالص، وبطلت أروح الشغل حتى. وماما وسندس عرفوا وقالوا لي إن أديله فرصة وإني أقدر أكون بتجوز وأشيل بيت وعيلة، لكني رفضت كلامهم. وريهام كمان فضلت تكلمني تقريبا كل يوم وتحكيلي عن مازن وقد إيه هو بقى حزين من بعد ما مشيت. ده كان بيوجعني أكتر. أنا لما بعدت عنه علشان كنت بحبه ومش عايزة أذيه وأكون الشخص اللي بيقتل صاحبه بحبه ليه، لكني فضلت على رأيي. ومع الوقت أكيد هينساني. وعدى 3 شهور من يوم اعتراف مازن ليا بحب، وكان يوم عيد ميلادي. يلا قومي، النهاردة عيد ميلادك بقى، ما تقوليش مش هخرج. مين قالك تدخلي اوضتي من غير اذن؟ لا، انا ادخل في اي حتة براحتي. ويلا بقى علشان في مفاجأة بره تحفة. سيبيني يا ريهام بقى، مش عايزة اخرج. لا هتخرجي، يلا يلا اخرجي. يوه، ايه الدوشة دي؟ خلاص طالعة. اوف. وحشتيني على فكرة. مازن، على فكرة مازن كلمنا وتقدم ليا انا وبابا واحنا موافقين، فاضل موافقتك. انا بقول توافقي بدل ما اخطفك واتجوزك غصب. خلاص موافقة. واتجوزنا انا ومازن وعشنا في شقة فوق شقة ماما وبابا علشان ابقى قريبة منهم لو احتجت منهم حاجة. لكن الحقيقة انا ربنا عوضني بيه ومش مخليني محتاجة اي حاجة، وكأنه هو تعويض السنين اللي فاتت. كده نكون خلصنا قصة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك. واستنوني في قصة جديدة من حكايات مريان. بحبكم، باي.